من الاخر كده في الفيديو ده انا جاي اكلمك عن موبايل الاحلام، او بمعنى اصح ايه هي مواصفات الموبايل اللي بحلم بيه، ايه شكل الموبايل اللي انا بتمناه، ايه كاميرات الموبايل اللي انا محتاجها، بطارية الموبايل اللي انا محتاجها. من الاخر كده هقولك على موبايل الاحلام بالنسبه لي. كل ده هنتكلم فيه في الفيديو، وطبعا عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات ايه هو موبايل احلامك، او ايه المواصفات اللي نفسك فيها تكون متجمعه في موبايل واحد. من غير اي كتير خلينا نبدا الفيديو بسرعه، ولكن قبل ما نبدا مش تعمل لايك للفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 50000 مشترك في اقرب وقت. خلاص فاضل 900 مشترك، عايزين نوصل ل 50000 مشترك. وكمان فعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده، ولينك الانستجرام عندك في اول كومنت. لو عندك اي استفسار كلمني هناك. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده اول حاجه هنتكلم عنها في جهاز الاحلام او موبايل الاحلام هو التصميم. التصميم اللي نفسي يكون في جهاز الاحلام، مبدئيا كده اول حاجه نفسي فيها في الديزاين ان يكون الوزن خفيف. يعني مثلا عندك الايفون 14 برو ماكس تصميمه ممتاز وتصميمه شيك جدا، وبالنسبه لي مش محتاج موبايل اشيك من كده. انا بالنسبه لي ده احلى موبايل من وجهه نظري، وموبايل الاحلام كتصميم كشكل. ولكن كوزن الجهاز ده جهاز كابوس كده بالنسبه للوزن. وزنه 240 جرام، وزنه تقيل جدا، وحوافه الحاده كمان مخليها الجهاز تقيل قوي. فعلا الجهاز ده حجمه كبير ووزنه تقيل جدا. تاني حاجه من وجهه نظري في موبايل الاحلام اللي انا هتكلم عنه ان يكون حجم الشاشه بتاعته 6.5 انش. ده 6.7 انش، حجمه كبير شويه. بتهيألي لو 6.5 انش هيكون استخدامه اسهل شويه من الحجم الاكبر ده. تالت حاجه نفسي فيها في الموبايل ان يكون من غير نوتش. طبعا ال 14 برو ماكس من غير نوتش، ولكن بيجي بدايناميك ايلاند. انا كمان مش عايز الدايناميك ايلاند بصراحه. لما الشاشه تكون كامله كده بالنسبه لي هيبقى مفيش احلى من كده، او على الاقل يكون بهول بانش. ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على موبايل الاحلام، يعني مش يعني موبايل مش موجود اصلا، ولكن نفسنا الشركات في اقرب وقت تعمل جهاز زي ده. فانا من رايي تصميم الشاشه يكون من غير نوتش، من غير دايناميك ايلاند، من غير هول بانش، من غير اي حاجه، تبقى شاشه كامله. وطبعا بالنسبه للحواف بتاعت الشاشه عايزينها حواف مش موجوده اصلا، يعني يا دوبك الفريم، الحواف على الفريم بالظبط، يعني تبقى الشاشه كامله بشكل مش طبيعي. هتبقى شاشه فعلا شكلها حلو قوي قوي، والجهاز هيبقى التصميم بتاعه روعه. واخر حاجه في التصميم نفسي فعلا فيها ان الجهاز يكون الحواف بتاعته دائريه، او قصدي الفريم بتاعه دائري، ما يكونش حاد زي اجهزه الايفون. فدي حاجه بتضايقني برضو، ان الحواف الحاده دي بتبقى متعبه في مسكه الايد. فمن وجهه نظري اما يبقى الفريم دائري او بيضاوي هيكون تصميم مريح اكتر. وطبعا شكل الكاميرات الموجود في 14 برو ماكس هو بالنسبه لي بيرفكت جدا ومش محتاج اكتر من كده، وفعلا التصميم شيك جدا. واخيرا وليس اخيرا بقى، عايز منفذ شاحن تايب سي في الجهاز، مش عايز لايتنينج. طبعا التايب سي موجود في اجهزه كتير من اندرويد، ولكن بقيه الحاجات اللي انا بتكلم فيها مش موجوده مثلا غير في الايفون، وفي حاجات مش موجوده ولا هنا ولا هنا. ولكن انا بتكلم ان الحاجات دي كلها بقى لو اتجمعت في موبايل واحد فهيكون بالنسبه لي موبايل ملوش حل. خلينا دلوقتي بقى نشوف مواصفات الشاشه في الجهاز اللي بحلم بيه. مواصفات الشاشه بكل بساطه مش محتاج شاشه اعلى من الاس 23 الترا. انا بصراحه شاشه الاس 23 الترا كافيه جدا بالنسبه لي، شاشه خرافيه، شاشه بيرفكت نمبر 1، شاشه فعلا مفيش اي قصور فيها. انا مش محتاج شاشه احلى من كده. فلو انا معايا شاشه الاس 23 الترا ولكن من غير هول بانش هتبقى شاشه خرافيه، وطبعا بالحواف اللي هتكون قليله وحواف دائريه مش مربعه. نسبه سطوع الشاشه هكون عايزها 2000 نيتس زي اللي موجوده في الايفون 14 برو ماكس، مش محتاج اقل من كده ومش محتاج اعلى من كده. بصراحه نسبه السطوع كافيه جدا. على فكره في الاس 23 الترا نسبه السطوع 1750 حاجه زي كده، ولكن كتجربه فعليه في الشمس او كده بتلاقي ان الجهاز نسبه سطوعه اعلى كمان من ال 14 برو ماكس. فانا بصراحه نفسي يدمجوا الاتنين كده مع بعض. الجهازين بصراحه ممتازين جدا في الشاشه. اما بالنسبه للشاشه فعايزها 144 هرتز، مش عايزها 120 هرتز. ال 120 هرتز اصلا كافيه جدا جدا جدا، ولكن انا بتكلم على موبايل احلام، فعايز الشاشه تكون 144 هرتز مع مواصفات شاشه السامسونج، وتيجي بريزوليوشن 4K، مش حتى الترا اتش دي، لا عايزها 4K. ويا بقى لو الموبايل كمان يجي 8K هتبقى حاجه كده تحفه. ولكن اصلا زي ما انتم عارفين حجم الموبايل صغير، فحتى ال 4K هتكون جودتها خرافيه
ومش هتلاقي فرق اصلا ما بينها وبين ال 8K لان حجم الجهاز صغير. كثافه بكسلات الشاشه عايزها مثلا 600 700 800، ولو وصلت ل 1000 حتى ما عنديش ادنى مشكله، لان كل ما كثافه البكسلات تزيد الشاشه بتكون شارب اكتر وبتكون حلوه جدا في مشاهده المحتوى. وزي ما قلت لكم حجم الشاشه المثالي بالنسبه لي 6.5 انش، مش محتاج اعلى من كده ولا اقل من كده. وطبعا مع جهاز بالشاشه الخرافيه دي وكمان التصميم الروعه اللي نفسي فيه، هحتاج معاهم معالج ال M1 الترا او ال M1 ماكس، يعني اي معالج من سلسله الام بتوع ابل. انا بصراحه نفسي في معالج زي ده يكون في موبايل. المعالج ده يا جدعان معالج طياره، معالج كده من عالم اخر، فعلا من اقوى المعالجات في العالم. المعالج ده بتاع ماكات، بتاع ايباد والكلام ده، ولكن انا بتمنى ان اشوف ده في موبايل. فبالنسبه لي محتاج موبايل بالمواصفات دي ويكون المعالج بتاعها M1. رامات الجهاز محتاجها 20 جيجا بايت، طبعا ده كتير جدا. في دلوقتي شركات بتنزل 12 و16، ولكن انا عايزها 20 جيجا بايت. انا نفسي في موبايل 20 جيجا بايت عشان التطبيقات ما تقفلش عليه تحت اي ظرف، لان طبعا كل مادة وكل ما السنين بتعدي الجهاز بيضطر ان يفصل البرامج اسرع بسبب ان البرامج بتكون اتقل. ولكن لما تبقى 20 جيجا فعلى ما اظن هتكون كافيه جدا. في نفس الوقت انا بقول لك حاجات يعني في جهاز الاحلام، مش حاجات من الخيال او مش حاجات مش موجوده، لا الحاجات دي فعلا موجوده، ولكن كل حته في جهاز معين، يعني ما تلاقيهمش كلهم متجمعين في جهاز واحد. ولكن انا نفسي بقى كل ده يتجمع في جهاز واحد. وبالنسبه للجي بي يو برضو عايز جي بي يو يكون مثلا حاجه زي اللي تكون موجوده في اللابات الجيمنج، حاجه زي RTX، حاجه كده تبقى قويه جدا بالنسبه للموبايل. ودي لو اتضافت في حاجه زي موبايل، وطبعا حجمها بيبقى كبير، ولكن احنا عايزين حاجه بحجم صغير وتكون بنفس القوه او قوتها قريبه من الحاجات دي وتتحط في موبايل، فهتقدم لك تجربه العاب وتجربه جرافيكس خرافيه روعه بمعنى الكلمه. طبعا مع المواصفات الرهيبه دي هتحتاج بقى كاميرات مرعبه، فانا بصراحه بفكر في كاميرات تحفه، كاميرات حلوه جدا. محتاج بكل بساطه، شفتوا الاوبو فايند اكس اللي هو اخر جهاز نزل، مش فاكر اكس كام بصراحه، هو اخر جهاز نزل من اوبو، الكاميرا اللي فيه تحفه فنيه. انا محتاج بقى الكاميرا الاساسيه دي بتصور صور بورتريه تحفه، وحتى الكاميرا 2 اكس، فانا محتاج الكاميرا دي بنفس التصوير بتاع البورتريه ويضاف لها خصائص المعالجه بتاعه ابل في نفس الوقت. فالميكس ده على ما اظن هيبقى تحفه. فانا عايز الثلاث كاميرات بتوع ابل دول اللي هي الالترا وايد والاساسيه والتليفوتو، ولكن بسنسور الاوبو فايند اكس الجديد. بصراحه مفيش اقوى من كده. انت الجهاز فعلا هيبقى معاك كاميرا بروفيشنال متحركه، موبايل تقدر تعمل بيه اي حاجه. وطبعا مع مواصفات الفيديو الرهيبه اللي بتاخدها من الايفون، انا مش محتاج اعلى من كده، يعني اكتر من كده انا مش محتاج بصراحه. كاميرات الاوبو فايند مع كاميرات الايفون 14 برو ماكس على ما اظن هيدوني تجربه تحفه وتجربه خياليه. والكاميرا الاماميه طبعا عايزها زي الكاميرات بتاعه الايفون، لانها غالبا بتكون احلى كاميرات حاليا موجوده في السوق، ولكن يتضاف لها شويه حاجات جديده تخلي الكاميرا بتصور زيها زي الكاميرا الاساسيه بالظبط. يعني من الاخر كده يحطوا كاميرا اساسيه مكان الكاميرا الاماميه. نيجي لاخر حاجه للبطاريه قبل ما نتكلم عن الاوبشنز زياده او الفيتشرز اللي انا محتاجها مع الموبايل. اخر حاجه البطاريه، فانا بصراحه بطاريه الايفون 14 برو ماكس بتيجي حوالي 4000 وشويه ملي امبير. انا محتاج بطاريه من الاخر كده زي بتاعه الايفون 14 برو ماكس او 13 برو ماكس، ولكن تكون 6000 ملي امبير وبس، مش عايز حاجه تاني. كده الجهاز هيقعد معايا يومين 3 ايام مستريح، ومش محتاج اكتر من كده. فبصراحه بالنسبه للبطاريه انا مش محتاج اكتر من 6000 ملي امبير. انسى الجهاز يومين 3 مش كل شويه اشحنه. الجهاز اصلا دلوقتي بيقعد معايا يوم مستريح جدا، وال13 برو ماكس كان بيقعد معايا باليوم ونص، وساعات بيقفل اليومين برضو مستريح. فانا محتاج جهاز يكون 6000 ملي امبير مع النظام بتاع الاي او اس. طبعا قعدت اتكلم على كل المواصفات وما اتكلمتش عن السوفت وير نفسه. انا السوفت وير بصراحه محتاج الاي او اس كاستقرار وكبرضو، يعني انا مش عارف اشرحها لك قوي، ولكن عايز الاي او اس كتطبيقات كسوفت وير متكامل عايزه، ولكن بالفيتشرز الموجوده في الاندرويد. انت فاهمني؟ يعني انا نفسي يعملوا الميكس ده، هتبقى حاجه روعه وحاجه تحفه بصراحه، وهتخلي يعني شريحه كبيره جدا من الناس تتجه لجهاز زي كده،
وتسيب اصلا الاي او اس وتسيب الاندرويد، او بمعنى اصح لو الاي او اس بقى بنفس المواصفات اللي انا بتكلم فيها دي، ساعتها ناس كتير قوي هتسيب الاندرويد وتتجه للاي او اس. وبالنسبه لسرعه الشحن فانا عايز سرعه شحن 200 واط، طبعا دي موجوده في اجهزه معينه ولكن انا محتاجها في جهاز الاحلام بتاعي، لان بصراحه 200 واط هتشحن الجهاز كله من 0 ل 100% في حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، فانا مش محتاج برضو اكتر من كده. فانا بصراحه هو ده جهاز الاحلام بالنسبه لي. واخر حاجه نفسي فيها في موبايل الاحلام ده انه يكون فيه منفذ كده، زي ما اقول لك، انا شفت الكاميرات اللي هي الفوريه اللي انت بتصور فتطلع لك صوره تذكاريه كده، نفسي يكون في مكان مخصص في قلب الموبايل يعمل الحركه دي. بصراحه هتكون حلوه جدا وحركه كويسه قوي وهتعجب ناس كتير، بحيث ان انت في صوره معينه عايز تلقطها وعايز تحتفظ بيها كذكرى على هيئه صوره، تصورها بالموبايل وتطلع لك على طول من الموبايل على هيئه صوره. هتكون بصراحه فكره خرافيه. طبعا انت بتتفرج عليها دلوقتي بتقول ايه الهبل اللي انا بقوله ده، مفيش شركه ممكن تعمل حاجه زي كده، وانا معاك ان الكلام ده كله هبل، لان الشركات ما بتديش كل اللي عندها مره واحده، ولكن انا متاكد ان هيجي يوم من الايام هنشوف الجهاز ده بالمواصفات اللي انا بتكلم فيها ويمكن اقوى كمان، وساعتها هنحس ان الموضوع عادي وما فيهوش انبهار. مع ان الموضوع دلوقتي قدامك لا، ازاي ممكن جهاز يبقى فيه الامكانيات دي، او ممكن جهاز يبقى فيه المواصفات دي؟ على ما اظن انا مش محتاج اكتر من كده في جهاز واحد، وهيكون جهاز الاحلام فعلا بالنسبه لي. ولو في جهاز في يوم من الايام كان فيه المواصفات دي، تاكدوا ان هكون اول واحد شاريه وهعمل لكم عنه فيديو في اقرب وقت. ولكن طبعا الكلام ده اكيد مش دلوقتي خالص، لان مفيش شركه هتدي كل اللي عندها دلوقتي، كل شركه كل سنه بتزود حاجه بسيطه على الجهاز بتاعها. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ولينك الانستجرام عندك في الكومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.